ما هو مش معقول برضه ازاي يطلع للفود بلوجر اكل ويطلع للناس العاديه ده اكل تاني خالص؟ ازاي؟ ما هو الناس العاديه دول رايحين يجربوا الاكل بتاع فود بلوجر. ده كان كلام ناس كتير جدا. فاحنا النهارده رحنا بلبن عشان نجرب القشطوطه، ورحنا متروس علي ودوس الترند بتاع السنه اللي فاتت عشان نجرب ونشوف هل هو لسه على نفس النظام ولسه حلو زي زمان ولا اتغير. بس اهم حاجه قولوا لنا ايه رايكم ان احنا نقارن ترند قديم بترند جديد. نبدأ بأول سندوتش أو ميكس سبريد. هو يعتبر جبنة كيري، الصراحة كميتها كويسة، فكان طعمها كويس قوي. لو انت بتحب الجبنة كيري فده بالنسبة لك هيبقى سندوتش عادي جدا يعني. هنجرب دلوقتي كيري رومي لانشون فراخ بسعر 23 جنيه. بصراحة تحفة. أنا عجبني جدا الكيري مع الرومي واللانشون فراخ. الكيري عارف حاسين لما بيدي كده لمسة للأكل جميلة، لأن الرومي ولانشون الفراخ لوحدهم هتحس إن الأكل جاف قوي، فالكيري بيكسر الحتة دي. أنا عجبني الميكس ده جدا. بعدها الفاهيتا لانشون، صراحة اللانشون اللي كانوا مستخدمينه فيه أنا ما كانش عاجبني جودته صراحة. أنا عارف السعر يعني عادي، بس يعني يستخدمون جودة أحسن من كده فكان السندوتش هيبقى كويس. يعني فاهيتا مع اللي هو يعتبر لانشون مع شوية فلفل، مش صراحة مش طعمه حلو قوي يعني. هنجرب بقى دلوقتي السوسيس ومعاه شيدر سايحة بسعر 24 جنيه. بصراحة السوسيس تحفة. تشويحة السوسيس مع الحاجات اللي محطوطة عليه مودية في حتة تانية. أنا عجبني جدا السندوتش ده بصراحة. صراحة الميكس اللي عجبني جدا اللي هو ميكس متروس، ولو رحت اشتريها منهم تاني يعني. ميكس متروس صراحة، انت زي ما انت شايفين لانشون فراخ واللانشون بتاعها عليه بيبروني، وعليه رومي، وجواهم جبنة كيري. فانت لو هي صراحة تقيلة قوي يعني، انت بس عيب السندوتشات انها تقيلة، فاللي هي السندوتش هتاكله تتلكم كده منه. بصراحة كان روعة، ميكس روعة. بعدها بقى الميكس لوتس، هنخش على الحاجات الحلوة. الميكس لوتس كده عليه شوية لوتس مجرنشين، كان طعمهم جامد. وطبعا غير الصوص اللوتس، هو السندوتش لوحده كده منظره يعني اصلا مغري. انت هتاكله هتحس بحلاوة وانت بتاكله كده. صراحة كان تجربة جميلة وتستاهل، تستاهل ان احنا نروح نجربها. وهنجرب دلوقتي الكندر أوريو الشوكولاتة. يا نهار أبيض، لعشاق الشوكولاتة والمحبين الشوكولاتة ومحبين الكندر والأوريو وكل ما يعلز وطب وكل الحاجات القمر الحلوة دي. يا نهار أبيض، تحفة قمر. وشيبسي ما عندهم أصلا ده شيبسي كفتة، ده مش شيبسي بتاع متروس على الودوس. بس بعد كده اكتشفت ان هم اصلا اتنين واحد. حتى الراجل لما رحنا هناك كنت بقول له انا عاوزين نقعد بره، فقال لي ممكن تقعدوا عند كفته. بقول له هو تبعك ولا اه؟ فطلعوا اتنين تبع بعض. في سندوتش جربناه بس ما عرفتش اصوره، هو سندوتش كريمه عسل بسعر 9 جنيه. وكان بصراحه انا بحب الكريمه مختلفه عن الكريمه اللي هم حاطينها. ويعني في كريمه معينه كده اللي هي موجوده في اسكندريه ليها طعم جميل قوي كده. كانت احسن شويه من اللي انا دقتها هناك. واخر حاجة بقى، واحد كوباية بيستاشيو شوكولاتة. دي كوباية بيستاشيو شوكولاتة دي، يعني مش عارف اقول لك انك هتاخدك السما وفوق خالص. لو انت بتحب اللي هو الشوكولاتة والحاجات التقيلة كده. انا بحب الشوكولاتة ومع الكيكة انا الميكسات دي، محمد ما بيحبهاش بس انا بحبها جدا. طعمها صراحة روعة، حاجة في الخيال كده. يعني انا صراحة لو هروح اشتري منهم الكوباية دي على طول. انا احب الحاجات التقيلة دي، وصراحة بيستاشيو مع الشوكولاتة كان ميكس روعة. لولا اختلاف الاراء لبارت السلع. بصراحه الكوبايه دي كانت مسكره قوي، وانا ما بحبش الحاجات اللي هي عارف الحاجه اللي مسكره موت دي. لا انا ما بحبهاش، بحب الحاجه اللي هي سكرها مظبوط شويه. ودلوقتي هنروح نجرب بلبن. ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب في القناه. لو الجو موحوح اديها لهاليب ويحيح. هنجرب دلوقتي النوتيلا. بصراحه الشوكولاته جميله جدا جدا جدا، طعمها حلو. رغم ان انا اصلا ما بحبش الشوكولاته بس انا حبيتها وطعمها حلو. والاوريو تحفه بصراحه. للناس اللي بتحب الشوكولاته كانت جميله. بس اللي جاي كان احلى. البندق كان خرافه بصراحه. طعم البندق واضح جدا لدرجه ان انا كنت حاسس اصلا ان انا باكل بندق من كتر ما هو حلو. المانجا وحلاوه المانجا وطعم المانجا. مانجا ترطب عليك في الحر دوت. عيش بريوش، يا نهار ابيض على الحلاوه والطعام. بصراحه ما كانش فيه احلى من كده، مسكره وحلوه وطعمه. ساقعه ترطب في وسط الحر، وهي اصلا ساقعه محطوطه جوه عيش سخن. وكمان جو حر ترطب تحفه. بس لازم تاكلها وانت اول ما تطلع على طول. نسيت اتكلم عن اهم حاجه، الميكس.
ميكس العيش السخن وجواه ايس كريم، تحفه تحفه، قمر جدا. بس بصراحه مش افتكاسه جامده قوي. يعني افتكاسات بلبن اللي قبل كده كانت احلى بكتير. يعني كنت بحس ان الافتكاسات اللي قبل كده اجمل، لان الافتكاسه دي تقدر تسميها عيش جواه حاجه. يعني ما اعتقدش انها حاجه اختراع، اللي هو زي مثلا زي القشطه دي لما نزلت انا حسيت اللي هو يا نهار ابيض، ده حاجه تحفه. بس برضه لولا اختلاف الاراء لبارت السلع. انا شايف كده، وفي ناس تانيين شايفين انها حاجه جامده جدا وما حصلتش. بصراحه انا حبيت لهليبو يحيى، لو رحت هجيبه. بس لو هتقارن لهليبو يحيى مع اشطوطه او اي حاجه تانية، بصراحه انا هجيب اشطوطه لان انا بحبها اكتر. اشوفكم الفيديو جديد، متنساش تعمل لايك شير سبسكرايب. سلام.